السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يجعل ايامكم كلها صحة وسعادة وفرح دايما يا رب. احنا النهاردة مع بعض في قناة اوريجينال للاكسسوارات، ان شاء الله هنعمل فيديو حلو ان شاء الله يعجبكم. الفيديو بتاعنا النهاردة عبارة عن افكار للسلاسل والكوليهات. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ بأول فكرة لينا. الفكرة الأولى بتاعتنا عبارة عن عقد دوت. طبعا أنا عاملة مجموعة مختلفة تناسب كل الأزواج. العقد بتاعي النهاردة ده معمول بخيط السنارة، حطينا مجموعة من اللولي وبعد كده عملنا الوردة بتاعتنا وبعد كده مجموعة لولي، حطينا خرزة كريستال ولولي وبعد كده عملنا الوردة ومشينا بنفس الترتيب دوت، وبعد كده قفلنا الخيط بتاعنا من الناحية التانية عادي بالكفر بتاعنا، وعملنا القفل بتاعنا قصير اكبر من الرقبة حاجة بسيطة وشيك في اللبس وشكله حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفين، واللولي شكله حلو فيه زي ما احنا شايفين كده. ده الموديل الاولاني عبارة عن بردك لولي مع الخرز المعدن اللي مقاس 4 اللي بالجرام والربر مقاس 6، عبارة عن واير وقفلناه عادي بكفر بردك بنفس الطريقة. حطينا الربر الموف دوت وبعد كده حطينا 6 خرزات لولي بينهم خرزة معدن مقاس 4 كده، وجينا كده رحنا حاطين لعبة بزردة وبعد كده مجموعة ربر شوية ربر كده، وبعد كده رحنا حطينا 4 خرزات لولي بينهم بردك خرز مقاس 4 ورحنا عاملين بينهم كده قلب اهو منظره كده زي ما انتوا شايفين بيبقى في اللبس. على فكرة بصوا عشان بردك تاخدوا بالكم الجزء ده بيبقى في الجنب في اللبس اهو، وقفلنا عادي عشان بردك لو حد عايز ياخده سكرين شوت او حاجة. عبارة عن خرز التفسيرة مع الورد بتاعنا اللي احنا بنعمله دوت، كل وردة لون كده زي ما انتوا شايفين، هو معمول بخيط سنارة ومتقفل بكفر عادي بردك زي اول موديل، وبعد كده عملنا 6 وردات كل وردة منها زي ما انتوا شايفين اللون حلو قوي، وبعد كده خرز التفسير. على فكرة الورد دوت في الجنب في اللبس كده بيبقى في الجنب، انا مش عاملاه في النص عشان لو حد عايز ياخد سكرين شوت بردك. الوردة زي ما اتفقنا هي في الجنب كده مش في النص. الموديل الثالث على فكرة في موديلات جميلة جدا ان شاء الله اللي يكمل الفيديو بتاعنا هيشوفها. دي بردك عبارة عن خيط سنارة متقفلة بكفر عادي، وبعد كده عملنا شغل اللي هي الكريز بتاعنا او كده زي ما احنا شايفين، وخرز تفسيرة. الخرز ده شكله تحفة جدا اللي هو اللون اللي هو المرجاني كده حلو في اللبس بيبقى حلو قوي، ومعمول الكريز بتاعنا كده زي ما احنا شايفين او الكرز بتاعنا كده زي ما احنا شايفينه اهو. بصوا الكرز بتاعنا عامل منظر تحفة جدا في اللبس. الكرز ده بندخله في شغل خلاخيل وانسيالات، هو حلو قوي في اللبس كده اهو بره عشان لو حد عايز ياخده سكرين شوت او حاجة. 4 كرزات معمولين والباقي كله تفسيرة، بس بصوا عاملين منظر. المسافات تقريبا انا مش واخداها يعني واخداها قريبة من بعض مش بالمقاس، واخداها قريبة من بعض بردك. دي قصيرة عشان بردك البنات الصغيرين او البنات الكبيرة شوية فحلو في اللبس معاهم. الموديل بتاعنا اللي وراه عبارة عن السلسلة الفرعوني ديت، عبارة عن السلسلة الحمصة عادي، وهنا واير احنا عاملين واير وعاملين خرزة معدن كده، وبعد كده حاطين فاصل بعد كده خرزة معدن، عاملين 5 فواصل اللي هي بتبقى الماسورة بتاعتنا دي 5 وبينهم خرز اللي هو مقاس 8 دوت خرز المعدن التقيل، عشان العقد ده انا عاملاه ستايل الفضة الشكل الفرعوني ستايل الفضة. هو تقيل اللعب اللي فيه زي ما انتوا شايفينها اشكال فضة كلها. الشكل اللي هنا انا حطاه نفس الشكل اللي هنا ودي زيها، وفي النص عاملة شكل مختلف عاملاه بالسلسلة الحموسة بردك اهو عشان لو حد عايز ياخد سكرين شوت بردك. الستايل بتاعه حلو جدا، ده ستايل الفضة. الموديل اللي بعديه عبارة عن السلاسل اللي هي بتبقى البوستون ديت، سلاسل البوستون اللي هي بتبقى الرقيقة دي، هي سلسلة عادي وبنقفلها بردك زي الواير وزي الخيط السنارة بكفر عادي بردك كده، هي بردك بتتقفل بكفر والصبر،
وبنيجي نروح معلقين اللعبة بتاعتنا في زرط عادي كده. طبعا دي فكرتها بسيطة، بس الصراحة هي بتبقى شيك جدا، وعلى فكرة شغالة لانها رقيقة وبنات كتير بتحبها، وفي نفس الوقت هي انت ما بتعملهاش طويلة، هي بتتعمل يعني ما بين 50 او 60 بالكتير، ده الكتير قوي يعني، ممكن تقلليها عن كده لان الستايل ده بيبقى قصير، بس تحفة في اللبس وحلوة جدا. في منها اللي انا عاملة القفل دوت، وعاملة شكل السمايل دوت كده. بصوا بتبقى رقيقة جدا في اللبس، والبنات فعلا بتحبها قوي. على فكرة انا شايلة الموديلات اللي هي الحلوة للاخر، مش هوريها لكم دلوقتي. في برضه في الموديل اللي بعديه دوت بخرز اللافا اللون الفوشيا، مع برضك متقفلة واير عادي بكفر كده، وزردة وشبكاه في السلسلة الحمصة، وعبارة عن 3 لافا وفاصل صغير، ونزلنا منه كوينز كده اهي، قطع الكوينز بتاعتنا. بردك في النص كده رحت حاطه خرزه معدن مقاس 6 وفاصل، وخرزه معدن فاصل اللي هو الماسوره، ونزلنا منه شكل اللي هو الشكل بتاع الرجل اللي هو الراقص ده اهو، عشان بردك لو حد عايزه. شكله فعلا في منتهى الشياكه ومنتهى الرقه، على فكره شيك جدا في اللبس، وخرز اللافا شكله حلو قوي وتحفه. في نفس الوقت هو ده ما بياخدش منك فرع، تقريبا بيبقى اقل من نص فرع او نص فرع، يعني ما بياخدش كتير. الموديل اللي بعديه اللي هي السلسله الالومنيا دي، بصوا انا هحطها لكم كده اهي عشان تشوفوها في الاول، شكلها حلو جدا. طبعا كل حبايبي متابعين القناه عارفين ان انا بشتغل جولد، ما بشتغلش غير بالالومنيا عشان اللون ما بيغيرش. اللعبه ديت من النحاس، في هنا الجزء الدور التاني عاملاه بالرابر كده، وحاطه خرز اللي هو المرمر الساده اللون الازرق، وحاطه رابر كده اهو زي ما احنا شايفين، هو شارح نفسه، وبعد كده خرزه شويه رابر، خرزه شويه رابر، خرزه، وبعد كده رابر زياده، وبعد كده قافله بخرزه. الجزء ده عاملاه واير كده زي ما احنا شايفين، ومتقفل بكفر كده اهو. بعد كده عملنا جزء من السلسله الناحيه دي وجزء من السلسله الناحيه دي، ده دور. الدور اللي هو بقى اول دور عبارة عن كده سلسلة، ونزلنا منها خرز مرمر بالمسمار المقفول، وشبكنا على طول المسمار في السلسلة اهي كده بالمنظر ده بتاعنا، فادتنا الشكل النهائي. انا في الاخر جمعت ال3 ادوار دول مع بعض في زردة مقاس 8 كبيرة، اللي هي الزردة الكبيرة مقاس 8، وبعد كده جمعتهم بالسلسلة كده. انا ما خليتش كل دور سلسلة، لا انا قلت على اساس ان انا اوفر شوية، ان هي انا مش عايزة كل دور سلسلة، لا انا هعمل ادوار قصيرة كده واجيبكم في الاخر بسلسلة واحدة بالمنظر بتاعنا ده. ده لون منها، ده اللون الازرق. هوريكم بردك اللون البنفسجي منها، بردك تحفة جدا. عن اللون الموف او البنفسجي ده الكل عارف ان ده حبيبي، انا بعشق اللون دوت جدا. اللي دوت عبارة عن واير كده، شغل واير، ورحنا حاطين الخرز اللي هو بالجرام كده بتاعنا مقاس 4، ده خرز معدن بالجرام مقاس 4. خدنا جزء من الواير كده وقفلناه في كفر عادي، وحطينا الخرز بتاعنا، جينا في النص بقى رحنا حاطين الزردة والفراشة بتاعتنا دي فراشة اللي هي بتبقى من الاسترسات كده، شكلها حلو، نزلناها فيها، وبعد كده قفلنا الواير عادي بكفر كده والصبع، وعلقناه في السلسله الحموسه بتاعتنا. ده ستايل، دي سلسله تاني كده، شكلها رقيق جدا وحلوه جدا قوي في اللبس، تحفه جدا. على فكره الموديلات دي كلها ترندات حلوه قوي في العيد، دي موديلات كلها حلوة تتعمل في العيد يا حبايبي. بردك عندنا الموديل اللي بعديه عبارة عن سلسلة كده رقيقة جدا، عبارة عن خرز لولي مقاس 8، عملناه شبكناه في السلسلة البلدي العادي بتاعتنا كده، حطينا خرزتين بالمسمار في السلسلة على طول. بعد كده عملنا جزء من السلسلة طولهم حوالي 1.5 سم، شبكناها بزرد، وبعد كده نزلنا منها خرزة لولي بمسمار مقفول بردك كده، ده مقاس 6. بعد كده عملنا خرزتين تاني لولي، ومشينا كده، جينا بردك عملنا واحدة سلسلة تاني بزردة، وبعد كده خرزتين لولي، بعد كده سلسلة تاني. هيمشي معانا الستايل بتاعنا بالطريقة دي. السلسلة دي طولها قصير جدا، دي طولها 40 سنتي، دي تقريبا قد الرقبة بالظبط زي التشوكر والحاجات دي، شيك قوي في اللبس ورقيقة جدا. بصوا ده الستايل بتاعها زي ما احنا شايفين، السلسلة دي بتبقى نازلة كده في النص، ودول كده في الجناب اهي بالمنظر ده كده، في منتهى الرقة في منتهى الجمال. نيجي بقى للموديل اللي بعده، وهي عبارة عن سلسلة 3 ادوار من السلسلة البلدي،
والسلسلة البوستون بتاعتنا. الاولاني 50، التاني 60، التالت 70. الاولاني سلسلة بلدي نزلنا منها الخرز اللولي ده كده مقاس 8 بمسامير كده، شبكناه في السلسلة على طول. جينا الدور التاني، على فكرة انا عاملة كل دور لوحده، يعني كل دور وفي الاخر مجمعاهم هنا بزرد، يعني عاملة كل دور غير السلسلة اللي قبليها اللي هي الدهبي، لا دي كل دور لوحده، في الاخر مجمعة 3 ادوار في الزرد. مقفلة السلسلة البوستون عادي بكفر كده في الاخر، وبرضك شبكاه في الزردة ديت اهو. والدور الاخير بقى بالسلسلة البلدي برضك، ورحت عاملة خرزة مقاس 12 لولي بمسمار برضك مقفول، وعلقتها بزردة في السلسلة، بس سايباها حرة في السلسلة تروح وتيجي معانا. السلسلة البوستون بقى جيت فيها ورحت عملنا الاستوبر بتاعنا كده، قفلناه، وبعد كده حطينا 6 خرزات معدن مقاس 4، وبعد كده خرزة مقاس لولي مقاس 6، وبعد كده 6 تاني مقاس 4، وقفلنا هنا بستوبر وهنا بستوبر عشان يبقى الشكل بتاعي في النص متجمع في النص كده، ده مش عايزاه يروح ويجي معايا. بصوا شكلها النهائي، فعلا شكلها فعلا في منتهى الجمال، شيك جدا في اللبس على فكرة يا حبايبي اهو. دي السلسلة الموديل اللي بعديه. نيجي بقى للموديل اللي بعده، كنت عملتها معاكم فيديو بس عملتها احمر في اسود. بصوا بقى ده اللون اللي هو الجراي، تحفة تحفة تحفة، عبارة عن خرز مرمر ماسورة، بعد كده خرز مرمر ربر فاصل اللي هو الماسورة وربر، وعدنا اللي عملناه تاني. والدور الاولاني عبارة عن مواسير اكليريك كلها وخرز معدن مقاس 8، وبعد كده حطينا فاصل من غير علقة، بعد كده ماسورة اكليريك، وبعد كده بقية الفواصل بالمنظر ده كده اهو. طبعا انا ده عاملاه فيديو، لو حد محتاجه يقول لي هبعت له لينك الفيديو بتاعه. شكل اللون الجراي فعلا انا لما عملته، انا الاول كنت عملت الاحمر في اسود وكنت عاجبني ومبهوره بيه الصراحه، لما عملت اللون الجراي دوت فعلا لونه تحفه تحفه تحفه، جميل في منتهى الشياكه وفي منتهى الجمال بجد والله. انا لما عملت اللون الاحمر في اسود في الاول انا كنت مبهوره بيه، لكن لما عملت اللون دوت انبهرت بيه اكتر الصراحه، شكله شيك جدا في اللبس، ويعني حسيته انه قيم اكتر، يعني حسيت انه اشيك. كريستال القمر بتاعنا، اللون القمر دوت مقاس 10، طبعا دي بتتباع وجمعنا الواير فيها وطلعناه. طبعا كان لازم ان انا هنا عشان الواير ما يخرجش من الفتحه دي، لان الفتحه دي زي ما احنا شايفين شايفه فتحه لا كبيره، فرحت قافله بعديها بخرزه كده. طبعا كل فرع من دول انا عاملاه لوحده، عاملاه بكفر لوحده عادي، على فكره كان ممكن اجمعهم بكفر بواير واحد واجمعهم عادي في الاخر بكفر واحد، بس انا قلت اعمله كده احسن، كل واير لوحده كده زي ما انتم شايفين، وزرتين في الاخر في كل كفر، فكده جمعتهم مع بعض بزردة واحده مقاس 8. بصوا كده زي ما انتم شايفين ده الستايل بتاعه اهو، حلو جدا. وفي النص حطيت العليقه ديت اللي هي الدلايه بتاعتي ديت، شكلها حلو قوي. بصوا اللون فعلا جميل جدا في منتهى الشياكه في منتهى الجمال، حلو قوي قيم جدا. يكون عجبكم الشكل بتاعنا، لو ليكوا اي كومنتات او اي حاجه على اي موديل ابعتوا قولوا لي، لو في حاجه مش عاجباكم قولوا لي، ولو في حاجه مضايقاكم في القناه برضك بقولوا لي، عرفوني يعني في حاجه بتضايقكم في حاجه مش عاجباكم عرفوني. نيجي بقى للموديل القمر بتاعنا الجميل دوت، ده الترند الحلو قوي دوت، عباره عن سلاسل السلسله البلدي بتاعتنا العادي مع اللعبه بتاعتنا المعدن او الدلايه بتاعتنا المعدن ده مع الودع دوت، ده ودع او صدف كده، مش عارفه واضح لكم اقربه لكم كده، بعد كده اعمله لكم تاخدوا سكرين شوت اهو زي ما انتم شايفينه. ده عبارة عن خرز تفسيرة زي ما احنا شايفين، انا عملت في الجنب هنا خرز تفسيرة وعلقت السلسلة فيه، عبارة عن مسامير عادية حتى بين خرز التفسيرة دي اللي هي بتبقى زي العجلة او الفاصل اللي بيتعلق في السبحة، بس الصغنن المقاس الصغنن جدا، دي خرز تفسيرة معمول في مسمار عادي زي ما احنا شايفين، وبعد كده حاطين زردة، بعد كده حاطة شكل الصدفة او الودعة ديت، بعديها حطيت سلسلة بلدي، وجيت في الاخر رحت عاملة مسمار كده، ده مسمار مفتوح وبعد كده قفلت بمسمار مقفول، شبكتهم في بعض كده على طول. بصوا وعلقتهم في السلسلة بزردة. الدور اللي بعديه عملت مسمار كده وشبكته في مسمار تاني اهو كده، وفي النهاية عملت صدفة. الدور اللي بعده رحت عاملة مسمار واحد
الدور اللي بعده رحت عامله مسمار اكبر شويه وزودت فيه خرز التكسيره وحطيت في الاخر برضه في الودعه بتاعتي. بعد كده رحت عامله سلسله كده، السلسله دي طويله شويه، وبعد كده حطيت مسمار طويل شويه. بعد كده انا عملت السلسله ديت كانها سلسله ما تتلبس اهي مش مقصوصه، ومن تحت علقت فيها اللعبه القلب دي، ورحت شكاها في الفتحه اللي بعديها. وبعد كده عدت اللي انا عملته الناحيه دي عملته الناحيه دي اهو. هحطه لكم برضك عشان اللي عايز ياخدوا سكرين شوت. الموديل ده ترند وجديد جدا على فكرة، ما حدش عمله قبلنا. شكلها بصوا في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكة، رقيق جدا رقيق جدا على فكرة، غير مكلف بالمرة. طبعا انا عاملاه ميكس الوان، انت لو عايزة تعملي لون اسود اعمليه، عايزة تعملي اللون اللي على مزاجك اعمليه. يعني انت لو عايزاه تعمليه كله لون واحد اعمليه، بس الصراحة انا حاسة ان الميكس فيه تحفة، اشيك من ان انا كنت اعمله لون واحد. الصراحة انا ما جربتش اعمله لون واحد عشان اكون صريحة معاكم، لكن انا لما عملته ميكس انا عجبني جدا ولقيته ستايله حلو، فقلت ابقى اوريهولكم. يا ريت الموديلات بتاعت النهارده تكون عجبتكم ونكون يعني في دماغكم كده. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.